اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من عيش واحد تاني. احنا النهارده هنتكلم عن ازاي جوزك ما يقدرش يستغنى عنك. خلي بالك ان اهم وظيفه في وظائفك الزوجيه اللي لازم تهتم بيها من الدقيقه الاولى من الجواز ان زوجك يبقى عفيف، ما يبصش لواحده غيرك، محدش تاني يهتم بيه، تبقي انت اهم حاجه عنده في حياته. طيب عشان تبقي انت اهم حاجه عنده في حياته لازم انك انت يبقى لك دور ما يقدرش حد تاني يقوم بالدور ده غيرك، تبقى انت بس اللي بتعرفي تعملي الدور ده. مهم جدا انك انت تكوني عارفه ان الراجل بيفكر بطريقه غير الست، يعني الاولويات اللي موجوده في دماغه بتختلف عن الاولويات اللي موجوده في دماغك. كتير جدا من الستات بتسال وتقول انا بهتم جدا بجوزي، بعمل له كل حاجه، لكن هو بلاقيه بيتكلم على الشات، بيعرف واحده تانيه، اتجوز عليا. كل الكلام ده انا بسمعه كل يوم. انت بتهتمي جدا بجوزك لكن انت ما بتهتميش بالحاجات اللي جوزك بيهتم بيها، اللي جوزك عايزها. انت بتهتمي بالحاجات اللي انت شايفاها انت كويسه، لكن جوزك ما بيبقاش شايف ان ده كويس او مش هو ده الاولويه اللي عنده. احنا هنتكلم عن اشكال الاهتمام. اول شكل، لو جوزك مثلا بيهتم بالمعاشره الجنسيه، اهتم انت كمان بالمعاشره الجنسيه. ما تخليش عنده قدره ان يفكر في حد تاني. املي عينه خالص من الناحيه دي، تزوقي له وظبطي نفسك وظبطي المكان اللي انتوا بتتقابلوا فيه عشان هو ما يلاقيش مكان تاني احلى من ده. اهتم جدا بالحته دي اذا كان جوزك بيهتم بيها. طيب اذا كان جوزك بيحب المغازله، اقعدي غازليه، اقعدي قولي فيه كلام مدح، قولي له انت انسان جميل جدا، انت شكلك حلو قوي، انا اكتر حاجه بموت فيها فيك شكل كرشه مثلا. قولي له كده، هيفرح جدا، لان عمر ما في واحده هتقول له الكلام ده. قولي له الكلام اللي ما يقدرش حد يديهوله غيرك. لو جوزك بيهتم بالاكل وبيحب الاكل، نوعي له في الاكل، اعملي له الاكل اللي هو بيحبه، طبعا اذا ما كانش عيان، واذا كان عيان اعملي له الاكل اللي ينفع مع صحته ويكون شكله حلو ويكون طعمه حلو. انت النهارده ما عندكيش حجه، قنوات الاكل ماليه التلفزيون. في كتير من الازواج عندهم وسواس النظافه، بيهتموا جدا بموضوع النظافه. هو ده مش وسواس، بس احيانا بيكون عالي شويه عند الراجل. لما تلاقي جوزك من الناس دي، اهتم جدا بحته النظافه. خلي بيتك دايما على سنجة 10، خليه دايما شيك ودايما بيلمع. ده هيخلي جوزك يحب البيت ويحب يقعد فيه. اذا كان جوزك بيهتم بالشكل وبالمنظر وبالاناقه، ضيعي معظم فلوسك على المكياج وعلى اللبس، واهتمي بالجيم، روحي الجيم على طول. اهتمي بشكلك، اهتمي بطول جسمك وبشكل جسمك وبحلاوه جسمك، عشان جوزك اذا كان بيحب ده ما يلاقيش ده غير عندك انت. وحتى لو لقاه بره هيبقى عامل زي الانسان الشبعان اللي قاعد على وليمه اكل، مش طايق يبص للاكل. مهم جدا انك انت في اول ايام الجواز، ان ما كانش كمان في الخطوبه، تكوني فاهمه كويس قوي خطيبك او جوزك بيحب ايه، بيهتم بايه، وابداي حطي لنفسك خطه عشان تهتمي بالحاجات اللي هو بيحبها، عشان تعيشوا حياه زوجيه سعيده وتكملوا مع بعض لغايه اخر العمر. لو انت عملت كده مع جوزك، حتى لو انتوا عندكم مشاكل، 80% من المشاكل اللي عندكم دي هتخلص. كان معاكم خالد شهاب.